لقاء كده من اللقاءات الجميله مع الاستاذ سامي السيسي. طبعا احنا لسه عندنا من الشعراء الاستاذ سعيد والاستاذ محمد كتير يعني كده، فاتفضل يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. قبل كل حاجة قد إيه أنا كنت سعيد لما جاتني الدعوة من أحمد بيه حبيبي. إيه؟ أحب حاجة اسمها المواهب، أحب حاجة اسمها الثقافة، لأن إحنا عايشين في الحياة بالثقافة، بجميع أنواع الثقافة، الثقافة الدينية، الثقافة الحياتية، الثقافات الفنية، الأدبية. فلما جاتني الدعوة قد إيه كنت في قمة السعادة. شرف لينا طبعا. في بداية اللقاء أحمد بيه قال المواهب لست حكرا على أحد. أنا أقول له أنت على الحق، الموهبة يجب أن تتنوع في جميع الأماكن على مختلف الأبواب علشان تبقى مهمة في كل حاجة. أرجع وعاوز أقول لكم في الكلمة الصغيرة دي، لأن جات لي كده هدية على فكرة من أحمد بيه عيد الأم جاي. بتحضرني حاجة بسيطة، لو سمحتوا لي اخد ثانيه واحده. شاب حلو عاوز يكمل تعليمه بره، وحيد امه، سافر، كان بيكلمها كل اسبوع وهو بيدرس. بعد كده الحياه خدته بقى يكلمها كل شهر. الحياه خدته بقى يكلمها كل 6 شهور. بعد كده نجح هناك، شغلت واحدة حلوة، بقى يكلم أمه فين وفين. عيد الأم دي. فأمه بعتت جواب لما حست إنها تعبانة. قالت له إيه؟ قالت له ولد يا روحي يا فلذة كبد، بعد سلامي وشوقي يا ولد، والله اليوم ده يوم العيد، قلت افتكرك وانت بعيد. لما سافرت يا ولد كانت امي تيجي ما بيننا طبيب، جيت يا ولدي طلعت اعلام، قالوا يا سطرة أنا إنسان كنت بليل أدعي لك ربي إنك تيجي ما بيننا طويل. جيت يا بليل طلعت إعلام، قالوا لي يا سطرة أنا إنسان، لكن سامي خدته الأيام ونسي أحلى ما في الأيام. نسيت أم، نسيها. فقالت له يا ولد ارجع لي بسرعة، ده أنا عاملة صورة كبيرة ومشعللاها على الحيط، كل ما أبص ليها يا ولدي ألقى نفسي لوحدي بكي. ارجع يا ولدي بسرعة البيت قبل ما يصلك مكتوب فيه إني توفيت. شكرا وشكرا.